السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ إسراء شانيل. كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة إن شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بكيك يومي رائع ومذاق رائع بالقرقاع. كنتمنى كالعادة ما تنسونيش من اللايك وتعليق زوين والبرطاج ودق الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. ونبداو على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنايا المقادير كالعادة: كاس سنيدة وكاس إلا ربع ديال الزيت، قشور حامضة، كاس الحليب. عندي القرقاع اللي هرمشتو على هاد الطريقة هادي، وعندي البيض، 4 البيضات، 2 خمارات حمرين وجوج ديال الكاكاو وواحد الفاني. هادو هما المكونات باش غنخلطو هاد الكيكة. كنديرو السنيدة والبيض كنطلعوهم دائما نفس الطريقة، حضرتها معكم عدة مرات، كنتمنى ترجعوا الفيديوهات قدام. هانتوما نديروا البيض ان شاء الله في هذا البول والسنيدة، كاس ديال السنيدة، وغنطلع البيض ان شاء الله مع السنيدة، ونضيف المكونات اخرين ان شاء الله. وكنشكر الناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه، كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا، قناتكم. وكنشكر الناس القدام اللي دائما معايا كيساندوني وواقفين معايا. الله يوقف معاهم، الله يسهل عليهم. وكنشكر بزاف بزاف، كنشكرهم من القلب، وكنتمنى ليهم التوفيق ان شاء الله. هانتوما عندي هنايا البيض بعد ما طلعته، كنضيف عليه الزيت، كنضيف عليه الزيت شويه بشويه، وكنطرب. كنضيف هذاك قشور ديال الحامض ولا قشور الليمون ولا اللي كاين. عندي هذاك القرقاع حتى هو نضيفو دابا. وغنضيف عليه هذوك الساشيات ديال الكاكاو، نغربلهم باش نتفاداو هذوك التكتلات ديالو باش ما يكونوش. هانتوما بعد ما ضفتهم غادي نخلط هذا الخليط ان شاء الله. تيتجانس ليا داك الكاكاو مع الخليط. صافي في هذه المرحله هذه غادي نبدا نضيف. ضفت عليه واحد الكاس ديال الحليب يا البنات. غنضيف الدقيق شويه بشويه تدريجيا تنتحصل على القوام ديال الكيك كالعاده، ما يكونش خفيف وما يكونش جاري. وغادي نضيف عليه ان شاء الله هذوك الخمارات ديال الحلوى، 4 الخمارات هي 3 الخمارات هي البنات. هانتوما واخا تخلطوا هاد الخليط مزيان ماشي مشكل، كيكي كتصدق 100% يا البنات. انا بهاد الطريقه هذه متعودها في الكيكات. غنضيف هذوك الخمارات حتى هما هي ضروري ندوزوهم في الصفايه. كنضيف عليهم واحد 2 معالق صغار ديال الخل، يعني معلقه كبيره، كيتفاعل لينا داك الخل مع الخماره. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان، نخلط الكيك ديالي. وكنجيب مول اللي دهنته بشويه ديال الدقيق و دهنته بشويه ديال الزيت ورشيت عليه شويه ديال الدقيق. ودابا غادي نضيف نصب فيه هذاك الخليط ديال الكيكه على هذا الشكل هذا. ها نتوما كما كتشوفوا درت هاد المول هذا يا البنات، كتجي فيه كيكه واعره كتصدق، والصراحه كيحمر الوجه هاد المول هذا. الشكل ديالو زوين بزاف. هانتوما غندخلها للفران طيب ان شاء الله ونرجع لكم. هانتوما الكيكه ديالي بعد ما طابت ووجدات كتجي على هاد الشكل هذا. زوقتها بهذاك الكركاع من الوسط وهذوك الكركاع والشكلاط من الجناب، وذوبت واحد شويه ديال الشكلاط مع الحليب. غنحاول نسقي به كيكه ديالي ها من هذوك الفراغات بحال ما هكايا. صافي تزيين بسيط جدا وكتجي كيكه زوينه ومتشربه داك الشكلاط
كتجي واحد الكيكه اللي هي رائعه يا البنات، كنتمنى تجربوها، وخصوصا القرقاع الوليدات، شي حاجه صحيه وزوينه. هانتوما شفتوا كي كتجي من الداخل، كتجي واحد الكيكه اللي هي هشيشه كما كتشوفوا. هانتوما كما كيبان لكم كتجي كيكه رائعه، ما شهيتكمش حقكم في الجنه ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا كتجي كيكه هشيشه ورائعه وخفيفه، كتذوب في الفم يا البنات. كنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، واللي شاف قناتي لاول مره ما ينسانيش من الاشتراك ودق الجرس باش يوصلوا كل جديد. وهذا هو الفيديو ديالنا، في امان الله ورعايته، مع السلامه.